جماعة بتقتل فيروسات وبتدفي وبتحمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، والله العظيم معلقة منها انا عايزاها يوميا يوميا، يا اما معلقة يا اما نخرط منها قرنين كده. يعني الناس اللي متابعاني اكيد هي عرفت هي ايه. ومعانا برضو البصل فيتامين طبيعي ويقتل الفيروسات، نحافظ على طيورنا من الشوطة ونقوي مناعتهم ونفتح شهيتهم كمان. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. نصلي كده كلنا على رسول لعلنا ننال منه شفاعة. ما تنسوش تكتبوا لنا كومنتات حلوه زيكم كده، وحتى لو دعاء بظهر الغيب او ذكر اللي يقراه ياخد عليه حسنات وانتوا كمان تستفادوا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا بدأ منين وانتهى فين. خير، صباح النور، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى، امبارح رحت عند ماما جبنا شويه خس كده، فايه هحط لهم شويه ورق خس. رحت عند ماما وجبنا شويه خس. طبعا قلت ايه، امبارح الصراحه انا راجعه متاخر فما نجرتش خس غير الصبح دلوقتي. قلت لا، عشان مش هينفع بقى اسيبه وما ارجع اما انزل واقعد انجره بقى ويدبل ويبقى لغايه بكره، ممكن ما انسى اطلعه مع حد من العيال. فقلت لا، حطيت لهم هنا شويه ورق خس اهو، وهنا في شويه ورق خس برضو تاني، وايه وشويه بواقي اكل نخليهم بقى للي جوه ياخدوا حظهم. النهارده بواقي الاكل ما شاء الله كتير، اللهم بارك يعني. وانتي ايه اللي مدخلك جوه؟ مش عارفه، بتطلع هنا وخارجه جوه. بسم الله. احط لهم بقى شويه اكل اهو. بسم الله. خليت يوسف طلع لي شكرت شكرت عليه امبارح، وحط اكل بقى للكتاكيت. حتى بقول له مليت لهم العلافه يا يوسف، قال لي لا انا مليت لهم علبه كده وحطيتها لهم وخلاص. قلت له يا حبيبي مش هتكفيهم، هما ما شاء الله بقوا يسحبوا. فانا هظبط حالي بقى، هظبط حالي. بسم الله. نحط هنا شويه اكل واللي جوه دول هنحط لهم، بس ناخد بواقي الاكل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين اللهم امين، دنيا واخره. ربنا يتوفانا هو راضي عنا، يجعل افضل اعمالنا خواتمها يا رب، اللهم امين. بصوا كان في شويه شوربه وانا مسقيه لهم فيها كام رغيف عيش وشويه بواقي الاكل النهارده ما شاء الله مسنودين، فهيقعدوا معاهم حبه يعني. فجايبه بقى الاكل ده مش كتير اهو. اللهم بارك، ربنا يبارك لنا وليكم ويرزقنا واياكم رزق الحلال الطيب المبارك. بصوا البيضه دي، بصوا البيضه دي، على قد ما هي بيضه صغيره كده وملهاش لازمه بس بتفرح اوي. اللهم بارك. شايفين صغننه قد ايه اهي، صغننه ضمن الفراخ السمر، شكلها كده من امبارح كمان. فكانوا عايزين يبيضوا وجايين هنا. اما نشوف كده عندنا ايه تاني. بصوا اوريكم واحده تانية عشان تعرفوا ان دي صغيره. كلهم ما شاء الله اللهم بارك يعتبروا بشاير يعني كلهم سخنين اهم، بس دول من البيض الصغير. امبارح انا واخده بيضه اكبر من كده، امبارح انا واخده 4 برضه. بصوا بقى دي من دي الصغننه، واخده 4 امبارح برضه. هو الفراخ مش لازم كل يوم بنلاقي لها بيضه، لان
زي ما قلت لكم الاضاءه قليله، ما بيلحقوش ان هم يعملوا بيضه كل يوم، فممكن يوم ويوم، ممكن ساعات كل يوم، مره بتبقى الصبح مره بتبقى اخر النهار، يعني على حسب ما البيضه بتتكون معايا. تمام. فهو ان شاء الله ما شاء الله احنا خدنا 4 النهارده، وامبارح واخده 4، مش نفس ال4 اللي بايظين امبارح، بتوع امبارح كانوا كلهم ما شاء الله كبار، هو مش الا واحده بس اللي حسيت انها صغيره شويه. فخير، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. هنبتدي احنا اصلا كمان زي ما قلت لكم احنا هنشيل الديوك بقى، يعني ايه لما عاوز هاخد منها، لما عاوز هاخد منها عشان خاطر مش هذبحها انا مره واحده يعني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ويرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب، اللهم امين. الديك الرومي خلاص ما شاء الله بقى كبير وبقى حلو وبقى جميل. يا جماعه عليكم بالشطه، بالشطه طول الشتاء ده، شطه شطه. الشطه بتقتل الفيروسات وبتدفي وبتزود انتاج البيض كل حاجه، وبتحمي. يعني لو مثلا عندنا ديك رومي، عندنا ذكر بط والفأس بتاعه بيطلع مش حلو، او بيطلع الكسر بتاعه مش قد كده، بيطلع فيه نسبة فاضي كتير، الشطة بتحمي، بتخلي الكسر احلى. تمام. طبعا انا عندي الذكر ده اللهم بارك اللهم بارك كويس قوي، ويمكن اللي طالع فاضي هو اللي البط اصلا هو ما كانش معاه فيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. النهارده روتين يوم كده خفيف ومش عايزين نطول فيه، وكمان في نفس الوقت عايزه اروق الصراحه، بس العيال وراهم دروس الساعه 9 والساعه 10، فمفيش وقت. يلا الامتحانات قربت تخلص على خير، قولوا لنا بس كده انتوا الاخبار الدنيا معاكم. وكمان اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزاكم تفتكروا احنا خلاص في شهر رجب، احنا في الايام الحرم، ربنا يتقبلها منا ويتقبل منا صالح الاعمال يا رب، اللهم امين. اللي تعرفوا تعملوا اعملوا يا جماعه. الاطعام في الايام دي مستحب جدا جدا، وبتلاقوه كتير 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 كتير. انا بفكركم بس بيه، حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو حاجه قليله، ربنا يتقبل منا ومنكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. الصدقه، بصوا كل حاجه، واستغفروا كتير ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت نفض كلنا الغبار عن المصحف، ونرجع حتى نعود نفسنا كده عشان رمضان، حتى لو جزء صغير. والله انا بقول حاجه ليا ولكم، بقول حاجه ليا ولكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ويرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك، اللهم امين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين. تعالوا نخرج بقى عشان اخد لهم ميه كمان، وهملى ميه كده وارجع اكمل فيديو ان شاء الله. اللهم بارك. البطه خرجت، دي البطه اللي جوه خرجت اهي، شربت وهتاكل وتعمل حمام وتخش تاني. وده الفراخ، الفراخ الرومي، الفراخ الرومي ان شاء الله يبقوا رومي، بس انا مش هسيبهم لما يبقوا رومي دول. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالنا. بصوا اهو الولاد حطوا علبه امبارح، باقي لنا دول بس. الله المستعان. دول علينا وعليهم بالبصل. البصل يا جماعه الطيور كلها. نجيب بصل كتير نقطعهم دلوقتي ونحط الطيور كلها اهو فاتح شهيه كمان مضاد حيوي طبيعي. انا هملاها بقى. هو يوسف جاب لي الشكاره امبارح اهو، شغاله من المجد يا جماعه، اوريكم الشكاره. اللهم بارك. ربنا يبارك لنا وليكم ويرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك. عاملين ايه النهارده؟ عايزه احط العلبه دي جوه. بسم الله. بصوا مع ان كان باقي قدامهم بواقي.
اجيب لهم بقى شويه بصل بسرعه والحقهم كده. بصوا اهو حطيت لهم بصل اهو، وحطيت له الفراخ البلدي. الفراخ البلدي بقى اللي حافظينه وعارفينه يخطفوه. نغطي بقى على دول ونبتدي كده ان احنا نقلب لهم اللمبه. ودي خلاص اهي هتدخل ما شاء الله اللهم بارك. والحمامه هنا راقده اهي، حطيت لهم اكل برضو. الفراخ البلدي هنا بصوا انا حذفتهم من بره وانا جوه. بصوا هما ساعه ما حسوا بالبصل بيخطفوه، هما بيحبوا ريحته. والدكر ده مع انه لوحده هنا بس مطفشهم، الله اكبر عليه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح لنا وحالك يا رب اللهم امين. اهي البطه الرصاصي اهي. البطه اللي جنبها بطه مسكوفي يا جماعه، وشاريها من المكتب ومش اول مره ترقد عندي. والبطه اللي جوه دي مسكوفي وبرده رقدت كذا مره ودلوقتي هي بتغير ريش. ودول مسكوفي كام واحده؟ ثلاثه اللي ناحيه السلك كده. طبعا الاولانيه دي حالتها مزريه. طبعا انا برضو طلعت منهم كان فيه اسود عندي ما شاء الله احجامهم حلوه، بس انا مش بدور على الكبيره قوي ولا في نفس الوقت كنت سايبه الاتنين دول على اساس ان هم شكلهم حلو وان انا لو سبت اسيب منهم. بس دلوقتي انا مش هسيب الصراحه يعني. بس خير ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح لنا وحالك يا رب اللهم امين. اهي الرصوص دخلت خالص اهي. يا جماعه عليكم بالبصل والشطه طول الشتاء، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. كان جالي تليفون. يبقى الشطه يا جماعه بتقتل فيروسات وبتدفي وبتحمي، وفي نفس الوقت البصل مضاد حيوي وبيفتح الشهيه والله العظيم. بصوا اهو انا بصوا البصل اللي انا رميته هم لقطوه على طول. فربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا حالكم. كمان حطيته هنا، اللي هنا دول بقى يعني ايه لسه بقالي كام مره كده بحط لهم فلسه بيتعودوا عليه. ربنا يصلح الحال ويحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب اللهم امين. ان شاء الله دول يعني لو فضيت النهارده والدروس منقوله بدري اهي، فلو فضيت ان شاء الله هنزل هطلع انقلهم. الله المستعان. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يلا مش عايز اطول عليكم وقت الفيديو اكتر من كده، وغير كده اقول لك اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.